حماتي تعبانة ومحتاجة لزرع الكلى، وبعد الفحوصات طلع انا واخته جوزي في توافق للتبرع بالكلية. فجوزي قال لي ايه رأيك تتبرعي بكليتك لأمي؟ فقلتله انا ما اقدرش اتنازل عن حاجة اعطاها لرب العالمين، وكمان اطفالي محتاجين ليا. فقلتله اختك ما تتبرعش هي ليه؟ هي كمان عندها تطابق للتبرع بكليتها. فقال لي مستحيل، اختي لسه صغيرة وعمرها 23 سنة ولسه ما عاشتش حياتها وانا ما اقدرش اوافق ان اختي تتبرع بكليتها عشان سنها لسه صغير ولازم تعيش حياتها. قلت له ما انا كمان برضو لسه صغيرة واطفالي لسه صغيرين ولسه ما عشتش حياتي واطفالي محتاجين لي، محتاجين امهم معاهم وكمان انا ما اقدرش اتنازل عن كليتي، ما اقدرش اتنازل، ربنا مديهاني. وبعد النقاش طويل قال لي خلاص كده كفايه. قلت له كفايه ايه؟ قال لي يا بنت الناس كل واحد لازم يروح لحاله، علشان انتي ما انتش اصيله وما عندكيش اصل وما ينفعش تتامني والكلام ده. فقلت له انا ما مناش اصيله وما ينفعش اتامن. قال لي اه، وقال لي خلاص كل واحد مننا يروح لحاله. انا عايزه اعرف انا غلطانه ان انا ما اتبرعتش لحماتي بكليتي اللي ربنا اعطاهاني؟ هو ليه شايف ان اخته مستحيل ان هي تتبرع وانا عادي ان انا اتبرع؟ كمان اهلي مش موافقين وشايفين ان دي عمليه خطيره وان انا بعد كده مش هقدر ان انا حتى اخدم عيالي. فشاركونا الرأي. انا شايفة ان هي ما تتبرعش بكليتها لحد، لان ديت حاجة ربنا خلقها في الانسان. وبعدين ما مامته عاشت حياتها، اشمعنى هي ما تعيش؟